السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. جرت اليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس العرب فيفا 2025 المنظمة في قطر بين المنتخب الجزائري ونظيره السوداني، والتي انتهت بتعادل سلبي 0-0. ويعد هذا التعادل نتيجة غير مرضية للمنتخب الوطني الجزائري بالنظر إلى الفرص الضائعة، ولكنها نتيجة تحفظ أمله في المنافسة على ورقة التأهل إلى الدور القادم. وشهدت المباراة الثانية فوز المنتخب العراقي على نظيره البحريني بنتيجة 2-1. وسجل للعراق أيمن حسن في الدقيقة 10، ومهند علي كاظم في الدقيقة 25، في حين سجل للمنتخب البحريني اللاعب هاشم في الدقيقة 79. ويكون ترتيب المجموعة كما يلي: في المرتبة الأولى العراق ب3 نقاط، في المرتبة الثانية الجزائر بنقطة واحدة، في المرتبة الثالثة السودان بنقطة واحدة، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة البحرين بدون نقاط. ويجري المنتخب الوطني الجزائري مباراته الثانية أمام المنتخب البحريني يوم السبت 6 ديسمبر 2025 على الساعة 6 بتوقيت الجزائر وتونس، و8 بتوقيت السعودية. وتنقل المباراة على قناة بين سبورت المفتوحة وقنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة أيضا. فحظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري.